قصتنا بتبدأ في مدينة سول الكورية مع الملاكم شوي. شوي قدر انه يهزم خصمه وانتصر وسط تشجيع الجمهور، بس فجأة في طيارات ظهرت ووزعت منشورات غريبة، ولما شوي قرأها عرف ان الجيش محتاج طيارين، فحس بسعادة لان حلمه يبقى طيار من صغره، واتسلل على مركب منطلقة لليابان بدون ما يدفع فلوس، لان في الفترة دي جيش اليابان وكوريا كانوا متحدين مع بعض. لكن اول ما شوي وصل وجهته حس بالخوف لان معهوش باسبورت وما بيعرفش يتكلم ياباني، ده غير ان في شاب اسمه جونباي لمحه بالصدفة واكتشف انه كوري، فهدده بالتسليم للبوليس. طبعا شوي خاف لانه لو اتقبض عليه حلمه انه يبقى طيار هيتدمر، وبالصدفة لما حاول يهرب جونباي اتكلم كوري، فشوي عرف ان هو كمان من كوريا وبيتظاهر انه ياباني واتخانق معاه. بس فجأة البوليس ظهر وجونباي قال لهم يمسكوا شوي باسرع وقت لانه مهاجر غير شرعي. في البداية شوي ركب سيارة رايحة معسكر الجيش الياباني، اما جونباي لقى مجموعة بلطجية كان سارق منهم فلوس، فاضطر انه يركب عربية الجيش مع شوي عشان يهرب منهم. وهنا جونباي سأل شوي هو جه اليابان ليه، فشوي قال ان حلمه يبقى طيار للقتال بالحرب. في النهاية السيارة وصلت المعسكر وجونباي وشوي بدأوا التدريب في الجيش الياباني. بعد فترة قصيرة بنكتشف ان الحرب بدأت والمكان كله انقلب لفوضى، اما جونباي وشوي كانوا مربوطين لانهم حاولوا يهربوا من القتال. وهنا الجنرال كاتو ظهر مع اتباعه. كاتو يبقى هو رئيس المعسكر، واول ما حضر هزق شوي واصدقائه، فجونباي اتعصب وبدأ يشتمه. طبعا اتباع كاتو حاولوا يضربوه بس شوي دافع عنه، ولما واحد من الجنود قرر يقتله شوي قال انه مش خايف من الموت، فكاتو اعجب بشجاعته وتحداه في قتال بشرط ان لو شوي كسب هيخرج من المعسكر هو واصدقائه، لكنه لو خسر كاتو هيقتله. فشوي قبل التحدي واستعد للمعركه. في البدايه كاتو سلم سيفه وطاقيته لمساعده، بعد كده مسك شوي هزقه ومسح بيه الارض لانه ماهر بالكاراتيه الياباني. وللاسف مهما شوي حاول انه يرجع القتال ما كانش قادر لان خبرته بالفنون القتاليه ضعيفه. وفي النهايه كاتو اخد سيفه من جديد لكنه رفض يقتل شوي وقال له انا هسيبك تعيش زي الكلب عشان تفضل فاكر انك ضعيف وما قدرتش تدافع عن اصدقائك. بعد سنه بنكتشف ان الحرب انتهت وشوي وجونباي اصبحوا فقراء ومش لاقيين ياكلوا. بالليل ووسط شوارع مدينه طوكيو اليابانيه بنعرف ان جونباي وشوي شغالين مهرجين وعندهم لعبه بيأجروها للناس عشان يكسبوا فلوس. بس فجاه في عصابه من المجرمين اليابانيين اقتحموا المكان وطلبوا من جونباي يسلم كل الفلوس اللي معاه. طبعا جونباي رفض وعرض انه يعطيهم جزء من مكسبه، فقائد العصابه امر اتباعه يكسروا اللعبه ويمسكوا جونباي يطحنوه لانه خالف الاوامر. اما شوي اتصدم لما شاف صديقه بيتضرب وانضم للقتال بشجاعه. في البدايه شوي قدر انه يضرب جزء من المجرمين، لكن قائد العصابه اخرج سيفه وغرزه في صدر شوي عشان يثبت مكانه. بعد كده وضع السيف على رقبته وقرب يخلص عليه، فشوي حس برعب شديد وعمل حمام على نفسه. طبعا كل الناس ضحكوا وشوي اتذل واتهان بشكل كبير، ده غير ان قائد العصابه امره يلحس جزمته والا هيقتله هو وجونباي. للاسف شوي نفذ الاوامر لانه عايز ينجو بحياته. وبعد الفوضى دي كلها في راجل مجهول ايده مقطوعه ظهر وحاول يهديه، لكن شوي هرب من العار. الراجل المجهول ده يبقى شاب كوري اسمه بومسو، ولما رئيس العصابه شافه حس بالغضب وطلب من اتباعه يخلصوا عليه. وهنا بنعرف ان بومسو محترف بفن الكايوكوشين الكوري، ومع ان ايده مقطوعه الا انه مركب خطاف بدلا منها وقدر انه يسيطر على العصابه لحد ما تعادل مع القائد. بس فجاه الكل سمعوا صوت البوليس من بعيد فقرروا يوقفوا قتال عشان ما يتقبضش عليهم. في النهايه بومسو اخد جونباي لمكان امن، واول ما شوي لمحه اتاسف لانه ضعيف وجبان. بعد كده الثلاثه رجعوا لبيتهم، وهنا بنعرف ان بومسو مشغل كل الكوريين في السيرك بتاعه وهو اللي بيصرف عليهم. ولما الجميع كانوا بياكلوا فجاه شوي ظهر وطلب من بومسو يدربه على الفنون القتاليه، لكن بومسو رفض. فشوي فضل قاعد في المطره لمده ساعات طويله وافتكر ايام زمان. وهنا بنكتشف ان بومسو يعرف شوي من ايام طفولته وكان بيدربه على الفنون القتاليه طول الوقت. بس في يوم من الايام بومسو ودع شوي واضطر يهرب من القريه لانه واحد من الثوار والجيش الياباني بيطارده. تاني يوم الصبح بومسو وافق انه يدرب شوي بسبب عزيمته واصراره، ده غير انه اعطاه كتاب نادر فيه كل الاسرار اللي يعرفها. تاني يوم شوي كان شغال مع صديقه قدام نادي الكاراتيه الياباني، وبالصدفه في عربيه خبطتهم فالسواق نزل واعطاه فلوس عشان ما يبلغش البوليس، لكن شوي رفض. وهنا بنعرف ان الجنرال كاتو كان راكب في العربيه دي، واول ما لمح شوي فضل يهزقه وقال انه يعرف اللي حصل ليه في السوق. فشوي حس بالعار لانه اتهزق قدام الناس كلها. بعد فتره قصيره شوي راح عشان يتمرن، وبومسو عرفه انه هيعلمه فن الكايوكوشين الكوري عشان يقدر يدافع عن نفسه ضد البلطجيه. بالليل شوي وجونباي كانوا بيتمشوا في الشارع لكنهم اتفاجئوا ان في جندي امريكي عايز يتعدى على بنت يابانيه. في البدايه جونباي طلب من شوي يخليه في حاله وما يساعدهاش، لكن شوي رفض يسمع الكلام وهجم على الجندي بشراسه وقطع
وقطع سلسلته. طبعا الجندي اتعصب واخرج سكينه، بعد كده جرح شوي في ايده، لكن شوي ما هربش ودافع عن البنت اليابانيه ببساله لحد ما الجندي واصدقائه سمعوا صوت البوليس فجريوا. وجونباي طلب من شوي يمشي من المكان ده عشان ما يتسجنش. اما البنت اليابانيه فضلت واقفه ومعاها سلسله الجندي الامريكي. بعد المشاكل دي كلها جونباي قال لشوي انه يعرف البنت اليابانيه دي عايشه فين وممكن يوصله ليها، فشوي وافق على طلبه واتنكر على شكل سواق تاكسي عشان يوصلها كل يوم. ده غير انه اكتشف انها بنت غنيه اسمها يوكو، وعرف ان معاها سلسله الجندي الامريكي ولسه فاكراه لما انقذها. من اليوم ده شوي استخدم مهاراته في فن الكايوكوشن عشان يدافع عن البنات اليابانيين ضد الجنود الامريكان، وفضل يجمع كل سلاسلهم لحد ما بقى مطلوب القبض عليه مقابل جايزه ماليه ضخمه. اما يوكو لمت صور شوي من الشارع وفضلت تبحث عنه عشان تشكره على انقاذها، لكن فجاه جرس بابها رن ولقت كميه كبيره من سلاسل الجنود الامريكان لان شوي اعطاهم ليها هديه. وفي يوم من الايام لما شوي كان بيوصل يوكو الجنود الامريكان بداوا يفتشوا عنه، وبالصدفه واحد منهم لمحه وحاول يقبض عليه، فشوي هرب منه باقصى سرعه لحد ما وصلوا لمكان مهجور وبدا القتال. بس المصيبه ان الجندي اصابه في كتفه وافقده الوعي. بعد فتره قصيره شوي فاق في بيت يوكو وعرف انها عالجت جروحه، ده غير انها شكرته على انقاذه ليها، فشوي شكرها هي كمان لانها داوت جروحه. ومن اليوم ده الاتنين اصبحوا اصدقاء اعزاء، وهم وجونباي كانوا بيخرجوا مع بعض طول الوقت. لكن في يوم من الايام بعد ما شوي وصل يوكو البيت في شخص مجهول ظهر وطلب منه يجي معاه، فشوي حس بالقلق وتتبعه في صمت لحد ما وصل للجنرال كاتو. كاتو قال لشوي انه كان بيراقبه لمده طويله ويعرف انه بيتكلم مع بنت يابانيه. بعد كده قال انه لازم يسيبها في حالها والا هيخلص عليه تماما. في الوقت ده جونباي كان شغال وسط السوق وشاف العصابه جايين من بعيد، لكنه اتفاجئ انهم تجاهلوه وكملوا بطريقهم. واول ما شوي وصل استنتج ان افراد العصابه عايزين يخلصوا على بومسو لانه بيحمي الناس منهم، فانطلقوا عشان يساعدوه. بس للاسف الوقت اتاخر لان المجرمين حصروا بومسو من كل اتجاه، ومع انه ماهر بفن الكايوكوشن القتالي لكن قائد العصابه قدر يغفله وطعنه بالسيف بدون ما يلاحظ، فبومسو وقع في الارض. وجونباي وشوي هم وباقي الشباب الكوريين زعلوا على وفاته. تاني يوم شوي استعد للحرب لانه لازم ينتقم لبومسو، ده غير ان باقي اصدقائه انطلقوا معاه وكلهم راحوا لمقر العصابه عشان يخلصوا عليهم. بالفعل المعركه بدات والشارع كله انقلب لان الجميع نزلوا طحن في بعض. اما شوي قاتل لحد اخر نفس لكنه اتغفل واخد ضربه على دماغه، بس من حسن الحظ البوليس وصل، فجونباي فوق شوي وهربوا من المكان. بعد الفوضى دي شوي اخد كتاب الفنون القتاليه اللي استلمه من بومسو وقال ليوكو انه هيخرج من المدينه وهينطلق للغابه من اجل التدريب على فن الكايوكوشن لانه لازم يبقى اقوى مقاتل في العالم عشان يرجع حق معلمه. وللاسف مهما شوي اتمرن كان لسه ضعيف، ده غير انه بقى يعيط كل يوم بسبب اللي حصل في حياته. بس مع الوقت شوي بقى قوي لانه ما بيستسلمش وفضل يتدرب وسط الغابه تحت الجليد البارد لحد ما بقى عنده قوه تحمل رهيبه ملهاش مثيل، ده غير انه درس كتاب بومسو واتعلم تقنيات الكايوكوشن السريه وبقى مقاتل مدمر مفيش اي حد يقدر يوقفه. بعد ما شوي انهى تدريباته انطلق للمدينه عشان يتحدى كل مقاتلي الكاراتيه في اليابان ويثبت انه اقوى منهم. لكن اول مدرسه فنون قتاليه شوي راحها المعلم افتكره ضعيف وخلاه يقاتل تلاميذه بدلا منه، فشوي مسكهم امتحنهم واحد ورا واحد بدون اي مشاكل لحد ما قاتل المعلم وش لوش وقدر انه يوجه له ضربات قويه في رجله كسرتها تماما وانتصر بسهوله. طبعا الخبر انتشر في الجرايد لان شوي انتصر على واحد من اقوى معلمي الكاراتيه باليابان، حتى الجنرال كاتو ويوكو سمعوا الخبر في الجرايد والراديو. اما شوي سافر في كل المدن اليابانيه وهزم معلمي الكاراتيه باساليبهم المختلفه لحد ما اتشهر والصحافه بقت وراه في كل حته، ده غير انه قابل معلم ماهر بيستخدم فن النينجا. في البدايه النينجا فاجئ شوي وكان هيهزمه، لكن شوي استجمع قوته ورجع المعركه من جديد والاتنين وقعوا بالنهر، بس في النهايه شوي انتصر وانقذ عدوه من الغرق. بالليل شوي راح لزياره يوكو وطمنها انه بخير. بعد كده انطلق لقتال 3 من اقوى معلمي الكاراتيه في المدينه، ومع انهم سيطروا على شوي وواحد منهم كان بيستخدم سيف خشبي الا ان شوي قاتل لحد اخر نفس لانه عايز يثبت قوته ويخلي معلمه بومسو فخور بيه لحد ما قدر انه ينتصر على اعدائه بصعوبه رهيبه وانطلق بطريقه. حتى جونباي حس بسعاده لما قرأ الاخبار وافتخر بصديقه. اما كاتو عمل مؤتمر صحفي كبير وقال انه هيتحدى شوي في قتال وش لوش عشان يثبت انه جبان ومش مقاتل حقيقي. بالليل شوي ويوكو وجونباي اتمشوا في شوارع المدينه وكل الناس اتلموا عليهم وطلبوا توقيع شوي لانه بقى مشهور. بس فجاه في قاتل مأجور استغل الزحمه وطعنه بسكينه، فشوي قال ليوكو توصلوا البيت بدون ما الناس تلاحظ انه اتصاب. بالفعل شوي وصل البيت بامان والدكتور عالج جروحه لحد ما كل اصدقائه اطمنوا عليه، لكنه اول ما فاق الخادمه وصلت له رساله فيها تحدي قتال من شخص مجهول. طبعا شوي حس بالقلق لان كل المقاتلين اليابانيين عايزين يقتلوه، حتى يوكو ظهرت وترجته انه
ما يتحداش اي حد لانه ممكن يموت، فشوي وعدها انه هيوقف قتال. تاني يوم الصبح شوي وصلوا تليفون من جونباي، ولما راح عشان يزوره اتفاجئ ان محله اتدمر ولقاه متصاب بشده، فانطلق عشان ينتقم من اللي اذاه. واول ما وصل وجهته لقى ان مساعد كاتو هو السبب. مساعد كاتو اتحدى شوي في قتال لانه اهان كل معلمي الكاراتيه اليابانيين، وكان معاه سيف كاتانا حاد. في البدايه شوي تفادى ضربات خصمه لكنه كان سريع جدا وطعنه في صدره، بس قبل ما شوي يموت وجه له لكمه قويه فجرت قلبه وخلص عليه تماما. تاني يوم الصبح البوليس حضر وقبضوا على شوي لانهم افتكروا انه قاتل، ده غير ان يوكو حضرت لزيارته لكنه رفض يقابلها لانه خلف وعده ليها. اما كاتو حضر واتحدى شوي في قتال وش لوش لانه لازم يثبت انه اقوى منه، ولما شوي رفض طلبه كاتو هدده انه هيقتل كل الناس اللي بيحبهم لو ما قبلش التحدي. بعد فتره من التحقيق البوليس اطلقوا سراح شوي لانه كان بيدافع عن نفسه، وصديقه جونباي سلم عليه في سعاده، لكن يوكو بعدت عنه لانه رجع القتال من جديد. اما كاتو عز مساعده، وكل المعلمين اليابانيين قالوا انه لازم يهزم شوي والا هيجيب لهم العار. في الوقت ده شوي راح لزوجة مساعد كاتو واتأسف لها هي وابنها لانه قتل جوزها بالغلط، لكنهم رفضوا يتكلموا معاه، فشوي فضل مستنيهم خارج البيت عشان يسامحوه، لكن زوجة مساعد كاتو شتمته وحاولت تطرده. وفي يوم من الايام ابن مساعد كاتو اتعرض للتنمر بسبب وفاة والده، فشوي حضر لمساعدته. بعد كده الطفل طلب منه يوصله لاعلى الجبل عشان يشوف شروق الشمس، فشوي حمله على ظهره وتسلق الجليد لمدة ساعات طويلة لحد ما وصل وجهته، فالطفل حس بسعادة كبيرة، ومع الوقت الاتنين اصبحوا اصدقاء. بس فجأة جونباي ظهر وقال له لازم ترجع لقتال كاتو لانه بيقول عليك انك جبان وضعيف، بس شوي رفض لانه اعتزل الفنون القتالية. بالليل زوجة مساعد كاتو حضرت وقالت لشوي انه راجل طيب لانه ساعد ابنها ولعب معاه. بعد كده سامحته على وفاة زوجها واعطته بدلة كاراتيه جديدة عشان يرجع القتال. تاني يوم الصبح شوي استعد للمعركة الأخيرة ضد كاتو، وبعد ما لبس بدلة الكاراتيه انطلق وسط الغابة عشان يثبت انه اقوى مقاتل في العالم. بالفعل شوي وصل وجهته اخيرا، وهناك كاتو هو واتباعه كانوا مستنيينه. في البداية اتباع كاتو هجموا على شوي مرة واحدة عشان يهزموه، لكن شوي اتصدى لهم ببراعة وقاتلهم لدقائق طويلة وسط الحقول لحد ما قدر يتغلب عليهم كلهم مع انهم اكتر منه في العدد. وهنا مقاتلي الساموراي حاولوا يخلصوا عليه، لكن كاتو منعهم وقال انه هيتحدى شوي في قتال فردي عشان يهزمه. بعد كده قال انه هيغلبه ويهزقه زي ما عمل في معسكر الجيش الياباني. من اول القتال شوي وكاتو كانوا متعادلين لان شوي بيستخدم فن الكايوكوشين الكوري، اما كاتو بيستخدم فن الكاراتيه الياباني. ومع الوقت شوي درس نقط ضعف خصمه ووجه له ضربه قويه كسرت رجله ووقعته على الارض، لكنه رفض يخلص عليه، فكاتو اعترف بالهزيمه قدام الجميع وامر مساعديه يسيبوا شوي في حاله لانه انتصر بعدل ولازم يحترموه. وده كان ملخص الفيلم. اشترك عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله.